مرحبا، رمضان كريم على الكل. من مكانين بدي أحكي. مكان له علاقة بالظهور الإعلامي المبتذل، ومكان تاني له علاقة بالجانب اللي بيخص اللي عم يحصل بما يخص الذين يدعون تمثيل السويدة وعم بيروحوا يفاوضوا عن الدروز وعم بيقدموا حالهم، وعم نسمع كتير من الحكاية حول هذا الأمر. رح نبلش بموضوع الحكايات اللي عم تطلع عن أشخاص عم بيروحوا يعني لا يوضعوا يدهم بيد سلطة الأمر الواقع. شوفوا، الإنسان لحتى يقدم نفسه بطريقة ما ممثل لفئة شعبية أو بعبر عنها أو شيء، أول شيء يجب أن يمتلك جرأة تسمية الأشياء بمسمياتها. الشخص اللي رايح لحتى يتكسب ويتقوت من عند هذه السلطة فعليه أن يكون واضح، لا يقولبها لا بقولب حوار ولا بقالب بحث عن تسويات ولا بفكرة وحدة الوطن. ليش؟ لأنه مردود على هذا الكلام. الحوار بالمجالات بالمستوى اللي عم نحكي فيه، يعني أنت لما بتحكي بالحوار على مستوى أنه في شعب تعرض لتطهير عرقي، فإذا هذا الحوار يجب أن يكون له أجندة واضحة. هذه الأجندة تتجلى أنه أولا بالعودة عن ما قدم من إعلان دستوري. هذا أولا. إذا ما في هذه القدرة فمن الأساس الذهاب إلى هذا الحوار هو كالذي يذهب لتلبية دعوة غداء أو عشاء لأنه جوعان أو لأنه ما بهمه من أي طبق يأكل. القصة مش هيك. هلأ هذا قبل ما نحكي بالتمثيل، لأنه أحيانا الإنسان بيحاور، لكن بيحاور وهو ليس ممثل، بيحاور عن رأيه الشخصي. لكن حتى الحوار عن رأيك الشخصي إذا بدك تسميه حوار سياسي أو تبادل آراء سياسي بده يكون على أرضية فكرية وسياسية. أما على غير ذلك فهو عبارة عن رشاوي وانتهازيات وأشياء تسمى بأسماء الحقيقية، ليست أبدا بالمستوى الذي يسمى عملا عاما. هو بيع مواقف، أيا كان هذا الموضوع هو بيع مواقف. ليش؟ لأنه كل شيء معرف بالآليات. هلأ بيجي حدا بيقول لي عم نحكي بهذا الكلام على بعض المنصات. في بعض المنصات تواجدك عليها مهما كان حديثك فيها ومهما كان تسقط، يعني في شيء يبنى على ما يبنى على باطل فهو باطل. ظهورك هو باطل. ليش؟ لأنه الغاية الأساسية معروفة وما في داعي للشرح. وأنا لا أعتقد أنه ما يظهرون على هذه القنوات لا يعلمون أن غاية هذه القناة هي أن تقدم خدمة للسلطة الأمر الواقع وليس خدمة للطرف الآخر. في قنوات إعلامية عامة لها جماهير على مستوى المساحة العربية فيك تناور بهذا الموضوع، لكن أن تذهب إلى قناة كل جمهورها يرى فيك طرف يجب إبادته، فإذا أنت هون في المكان الخطأ. وظهورك هو عبارة عن تقديم نفسك كذمي تريد أن تركع في محراب حالة السلطة في حالة من الانتهازية الرخيصة، إلا إذا كان العقل نفسه قاصر. وعلى فكرة هي حالة موجودة وقد تكون عامة، ليش؟ لأنه لم يتبلور الذكاء السياسي بالقدر المطلوب، وكتير ناس هي في طور إدارة التجارب. هو مش مقبول في النقاط الحساسة ومش مقبول بالاستمرار فيه. المشكلة أنه الوضع شرحه يعني بسيط وبنفس الوقت صعوبته أنه لا نريد أن نلقي على الناس تهم أكبر منا. يا أخي لا تتنطحوا لأداء مهام لا تستطيعوا أن تفعلونها. يعني اللي لسه لحد الآن يمشي هو وقاتله في مشروعية واحدة، إذن لسه ما فهم أين يقف سياسيا وأين يقف وطنيا في خدمة قضيته الجديدة. أولا تبدلت القضية الوطنية، تبدل شكلها، تبدل نوعها، تبدل تعريفها، وتبدلت أدواتها. اثنين، إذا أنت لا تزال تريد أن تتنافس مع قاتلك على سردية هو يستخدمها لقتلك ولم تعد وتراجعها وتعتبرها جزء من انتصاراتك، فإذا أنت في المكان الخاطئ. العبرة بالخواتيم. اللي لسه عم بيروح يقول لهم أقمنا الثورة مش لهذا السبب، إذن هو لم يكتشف لحد الآن أنه كان مطية لوصول هذه الحالات الإرهابية إلى السلطة،
ولأسلمة المنطقة باتجاه أسلمة سياسية، ولإنشاء إمارة القاعدة اللي لسه ما راجع نفسه، لساته عم يقول لهم ما قمنا بالثورة لهذا. فإذا هو لم يكتشف أنه لم يكن سوى أداة من أدوات الجهات الدولية والجهات الراعية لهذه الأسلمة، والتدخل في القرار العالمي نحو إيجاد أسلمة سياسية في المنطقة. وما يزال لم يكتشف أنه لم يكن، كان ما دون البيدق، كان مجرد صورة وسط آلاف الصور التي صدرت لتعزيز السردية وهمية من أجل الوصول إلى مرحلة إبادتك وقتلك ورفضك وإلقاء هذا الحجاب والستار القاتل على المنطقة. إذا لساتك ما اكتشفت فاذهب في ركبهم، أنت لست في ركبنا، لأنه عندك قصور في العقل الذي يمكن أن يخدم القضية. أو ارجع إلى فطرية قومك ووقف معهم فطريا، ولا تتنطح لأداء مجتمعي وسياسي بالعلن. انتظر حتى تتعلم من الجرح كيف تتكلم، لأنك ما زلت تمارس هذا الدور. لم تعمل مراجعة سياسية لتكتشف أنك كنت مجرد أقل من رقم، كنت مجرد صورة عابرة لا يكترث لها أحد من أجل الخديعة الدولية. إذا كنت لا تعلم كيف تفصل ما بين السردية التي يريدون أن يستخدموها لقتلك، وما بين سرديتك التي يجب أن تبنيها الآن مع قومك من اللحظة الأولى، فأنت في المكان الخاطئ وأنت في ركبهم. وإذا كانوا هن أهلك قيموك بهذا الاتجاه فهم ليسوا مخطئين، لأن فطريتهم الوطنية وفطريتهم بالوجود والدفاع عن وجود أعلى بكتير منك. لذلك هم اكتشفوا الوضع فقاموا بالهجوم عليك لأنه اكتشفوا المكان. أنا بفهم بالبدايات إنه المشهد كان غائب، وبفهم لحد التضليل الإعلامي كله اللي كان حاصل طول 14 سنة كان قلائل بيقدروا يشوفوه، لأنه كان في شماعات كتير، كان في ارتباكات كتير عند الناس، سلطة ودكتاتورية سياسية. بين الطرف الثاني يدعي التحررية وهو مليء بالأطياف المتطرفة، كان في اختلاط مشهد. لكن اليوم سقطت كل الأقنعة. أنا بقبل الالتباس اللي كانت الناس واقعة فيه وسامحنا فيه لعدم إدراك الناس هذا الالتباس، أنا سامحت فيه بحق الشخصي. لكن اليوم سقطت كل الأقنعة، فاللي ما زال مستمر فهو ما إله تعريفات واضحة، مرتزق أو غبي، ما إله يعني أو وانتهازي صغير. يعني يا مرتزق يا غبي، صنف نفسك بيناتهم. هذا أولا، خلصنا منها. هلا بنجي الاثنين للظهورات، وهي بتتبع يعني تانيا تتبع تالي، بس فيها جانب أوسع شوي. جانب الأوسع، إذا لم تكن تسعفك الفطرة بإدراك المنبر الذي تستطيع أن تخرج عليه، في منابر قد تخسر فيها لكنك لا تخسر كرامتك. يعني تخسر أنه بيجي واحد، مش تخسر، هي عنوان الربح والخسارة، عنوان فضفاض، ممكن يجيك ضيف مقابلك من السفهاء، لكن المنبر بحد ذاته قدرت تظهر عليه لإثبات مقولة. أما أنك تدخل بمنبر من الأساس مجرد قبولك الدعوة عليه، هو مجرد قبولك الدعوة أنت سلفا بعت كرامتك، فإذا في مشكلة، في مشكلة بتقييم الذات. وإذا الشخص ما قيم ذاته صح، في مشكلة بتقييم القضايا. أنا عم حاول أني أوضح فكرة أساسية، حتى هذا الغربال القاسي الذي لا يرحم أحد أن لا يرمي بعض الذين هم فعلا حسنين النوايا وعندهم هذا الحس والرغبة بخدمة قوم. بدها ترتفع شوي، بدها ترتفع شوي المدركات وعز نفسك تجدها. لأنه اللي عم يقدم نفسه سياسي أو صاحب قضية ما في داعي، هو مش عم ينتظر قنوات لتعمل له مشاهدات، هو قادر يوصل للناس بكاميرته الخاصة. وإذا ما كان قادر يوصل للناس أو يصبر لا يوصل للناس بكاميرته الخاصة، ففي مشكلة من الأساس بالمسيرة نفسها. إلى اللقاء، ما بدي طول.